النادي الاهلي يعني الاهلي ده ماسك الدوري كله بتاعه، اي لعيب حلو في اي نادي الاهلي يروح واخده. بس هو ده الكلام ولا في حاجه ثانيه؟ لا، هو ما فيش حاجه ثانيه. هو من المفروض لما بيتكلم بيقول لك ايه؟ احنا عندنا احتراف. طيب انت بتاخد 5 محترفين افريكان او من اي دوله اخرى، بتاخد عندك 5 اجانب. من المفروض اتحاد الكوره زي ما بيعمل كده يعمل كده في مصر، يقول لك كل نادي ليه عدد معين من اللعيبه، وهم دول اللي ياخدهم السنه دي زي أوروبا يعني. زي اوروبا، مش يكوش على لعيبه الانديه كلها. وكمان ياخد اللي هو عايزه، واللي مش عايزه يفضل يطلعه اعارات ويبزنس فيه ده على فكره واتحاد الكوره معاه ولجنه التحكيم معاه. وحاجه قرفونا في الكوره، كرهونا نتفرجوا على الكوره يا راجل. عموما ده برضو نفس تفكير الاتحادويه، انهم شايفين ان الاهلي مستحوذ على كل حاجه في الكوره كل في شيء في الدوري الكورة، المصري، كل شيء. فبالتالي يبقى كده مفيش دوري. يعني ويا عرفنا ريت، الدوري هياخدوا الاهلي أتمنى- وخلاص. أتمنى- طب ما ناخدوا الدوري كده نديه الاهلي من غير دوري. اتمنى المشجعين بتوع الاهلي يفهموا الصح ويفهموا الغلط، مش ماشيين مع الغلط ويسقفوا ويهيصوا ويقول لك اهلي 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 اهلي. في كوره، اتفرج على متعه الكوره، مش اتفرج على سرقه ونهب. انديه تسرق انديه الشعبيه، الانديه الغلابه بتتنهب وبتتسرق. الحمد لله. برزنتيشن وتذكرتي عموما اللقاء ده بقى كده جاء بالصدفه، صح؟